الفيديو ده للناس اللي هي عايزة تقوم تعمل بيتزا سهلة وسريعة وتخلص على طول، ومش لسه هتعمل عجينة وتستناها تخمر كام ساعة. النهاردة هعمل لكم بيتزا الخلاط بأسهل ما يمكن، أي حد مبتدئ هيعملها بكل سهولة. أي نعم، العجينة اللي احنا بنعملها وبتخمر غير تماما العجينة السائلة اللي هنعملها مع بعض دلوقتي، بس هما الاتنين طعمهم في منتهى الروعة والنتيجة منتهى الجمال. ده غير ان هتعمليها كلها كده في الخلاط على بعضها وتخلص كده في ثواني. تابع معايا الفيديو للآخر وان شاء الله هيفيدك كتير. ده غير كمان هقول لكم كام نوع من الجبنة الموتزاريلا اللي تستخدموها كويسة. كمان حشوة النهاردة للبيتزا حلوة جدا ولذيذة هتعجبكم قوي. هعرفكم ازاي بتتعمل. طبعا ومبدئيا كده خلينا متفقين اي نوع من الجبن اللي انا هذكرها في الفيديو معاكم، اي نوع منهم لازم في البيتزاية نكتر الجبنة الموتزاريلا جدا. يعني طبعا اللي انا حطاه ده مش كتير، ده المتواجد، لكن انتوا لو عندكم كتير زودوا كتير في الجبنة. هو ده اللي هيخليكم تحصلوا على قوام في المطة حلو جدا طبعا مع الجبنة اللي انا هذكرها. واول حاجة هنعمل الحشوة بتاعتنا وهي السجق اول حاجة حطيت طاسة على النار وحطيت لها شوية من الزيت، وبعدين نزلت بالسجق بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على نار عالية. فضلت اقلبه لحد ما خد صدمة معايا، وبعدين نزلت ببصلتين متقطعين بالشكل ده صغير كده، وهبتدي ان انا اقلبهم مع بعضيهم. بعد كده هوطي واغطيهم واسيبهم بقى يستووا مع بعضهم. هنا بقى نيجي للمادة السائلة أو العجينة السائلة اللي احنا هنعملها. هيكون عندي بيضتين وربع كوباية من الزيت، كوباية لبن وكوباية من المية، والتوابل هي ملح وسكر، نص معلقة من كل حاجة، توم باودر، بصل باودر، وأقل من نص معلقة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة من الخل. طبعا كل التوابل معلقة صغيرة معايرها نص معلقة صغيرة يعني. هنا نيجي في الخلاط، حطينا البيض على الخل على الزيت على اللبن على المية، وهنحط كمان التوابل بتاعتنا برضو، ممكن نضيفها هنا وممكن برضو نضيفها على الدقيق، مفيش مشكلة. وبعدين ضربتهم في الخلاط، وبعد ما ضربتهم استخدمت قد ايه من الدقيق؟ نص كيلو من الدقيق. وكمان حطيت معلقة كبيرة من بيكنج باودر، يعني المواد الجافة بتاعتي كانت نص كيلو دقيق ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. عديتهم على منخل، وبعدين حطيتهم على المواد السائلة اللي ضربتهم في الخلاط حبة بحبة، وابتديت اقلبهم بمضرب يدوي. اللي اتفضل معايا من النص كيلو الشوية اللي انتوا شايفينهم دول حوالي معلقتين كبار. انا بفضل احط على الخليط السائل بتاعي لحد ما اوصل للقوام ده. انتوا ممكن معاكم تيجي نص كيلو دقيق مظبوط وتوصلوا للقوام ده حسب نوع الدقيق بتاعكم. فانتوا اول ما تلاقوا نفسكم وصلتوا للقوام ده خلاص كده توقفوا على كده. ممكن كمان ياخد معاكم اقل من نص كيلو ويتفضل حبة اكتر من اللي اتفضلوا عندي من الدقيق، برضو حسب نوع الدقيق بتاعكم. المهم توصلوا للقوام اللي انتوا شايفينه ده. وهتضيفوا الدقيق على الخليط السائل حبة بحبة وتقلبوا لحد ما يختفي معاكم تماما. والصينية دي صينية كبيرة، يعني اكبر صينية في الطقم، فهي مثلا بمقام بيتزتين كبار الصينية دي. او ممكن كمان لو انتوا بتحبوها رقيقة عن ما هتشوفوا ممكن تعملوها في حاجة أكبر من كده كمان. بدهن الصينية بتاعتي بالزيت الأول، وبعدين بكون فاتحة الفرن بتاعي مشغلاه من تحت والشبكة حطاها في النص، وبحط الصينية بتاعتي يا دوب تتشمع. عايزاها تتشمع معايا على درجة حرارة أعلى من المتوسط، وأول ما تتشمع معايا هطلعها على طول وهقول لكم هنعمل ايه. هنا بوريكم السجق بتاعي بعد ما استوى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ببتدي ان انا اقصه بالمقص علشان اقدر احطه ويبقى صغير معايا بكل سهولة يتاكل. هنا بقى بعد ما اتشمعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده خرمتها برضو احتياطي بالشوكة كلها، وبعدين دهنتها بالصلصة. هسيب لكم اللينك بتاع الصلصة في صندوق الوصف. وبعدين ابتديت احط الاول جبنة من الموتزاريلا، وبعدين الحشوة بتاعتي وفلفل حامي حابين فلفل الوان حابين، حطيت انا في النص ده فلفل حامي والنص ده فلفل الوان، طبعا زيتون زي ما تحبي عايزه تحطي حطي. وزي ما قلت لكم الجبنه اللي انا حطيتها دي طبعا مش كتير، انتوا لو زودتوا جبنه ومليتوا الصينيه بتاعتكم جبنه هتحصلوا على احسن نتيجه وافضل نتيجه طبعا في المطه وفي الشكل النهائي. بعدين بدخلها الفرن تاني تكمل سواها تماما لحد ما اتاكد ان هي من تحت استوت تماما. طبعا بتابعها
وبعدين بقى بطلعها، ببتدي احط اخر طبقة من الموتزاريلا من فوق خالص كده، وبعدين بحطها وبشغل عليها الشواية يا دوب الجبنة بتاعتي تسيح، ومن فوق كمان تبتدي ان هي تستوي. كده كده كانت مستوية، فهتاخد من فوق برضو السوى المطلوب، وهنقفل عليها وهنطلعها. صدقوني مفيش اسهل ولا ابسط ولا احسن من كده. طعمها حلو جدا، والحشوة كمان طعمها تجنن، حلو قوي. هقول لكم بقى انواع الجبنة. اول حاجة هنبتدي كده بالعالي اللي هم اسعارهم اعلى، بريزيدون تحفة جدا. اما الاسعار الاقل شوية دومتي برضو حلوة قوي، مثلا باندا حلوة جدا، وكمان السنبلة حلوة قوي، والمراعي كمان، والحمد حلو قوي برضو. بس اللي هو اختاروا الكيس اللي هو لونه احمر، بلاش الموف ده، لا الاحمر احسن منه بكتير. وزي ما قلت لكم كل ما هتكتروا في البيتزاية من تحت جبنة كتير ومن فوق جبنة كتير تغطوها، هتحصلوا على المطة اللي ملهاش مثيل. شايفين جمالها عامل ازاي؟ حلوة جدا وسهلة جدا، وهتعجبكم ان شاء الله لما تعملوها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب. لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس، وما تنسيش اللايك.